السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهارده جايبه لكم فيديو جديد بمناسبه كده خلاص ان العيد قرب، وكل سنه وانتم طيبين وربنا كده يعود عليكم الايام بالخير والسعاده. دي طريقه عمل الفته. عايزه اقول لكم ان طريقه الفته دي خفيفه جدا وكمان حلوه جدا، فاتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. ونبدا كده الوصفه. اول حاجه هنعملها طبعا هي اللحمه. حطيت الحلة على النار وحطيت فيها سمنة وزيت، ما نكترش فيهم على حسب طبعا كمية اللحمة. بعد كده حطيت ورق لورا ومستكة وحبهان وهسيبهم كده يتشوحوا. بعد كده هضيف اللحمة واشوحها معاهم وهوريكم لون اللحمة هيكون ازاي. طبعا لما بنشوح اللحمة بالطريقة دي بيفرق جدا في طعم اللحمة. وكمان عايزة اقول لكم ان من احسن قطعيات اللحمة اللي انتم ممكن تجربوها في الفتة هي الموزة والسن، بيكون طعمهم حلو جدا. اعذروني لو التصوير مش افضل حاجة، انا كنت مصورة الفيديو ده من فترة، وكمان انا كنت بصور بايد والايد التانية كنت بعمل بيها الوصفة. وقبل ما بشوح اللحمة بشطفها كده بالمية شطفة خفيفة جدا، مش بغسلها تحت المية، والحركة دي بتفرق في لون وطعم الشوربة. ودي كده شكل اللحمة بعد ما شوحتها. ببدأ بعد كده ان انا اجيب طماطمية صغيرة، بس انا ما كانش عندي طماطمية صغيرة فجبت نص طماطمية كبيرة، وحطيت بصلة وفصين من الثوم ورشة سكر علشان بتساعد على تسوية اللحمة. ومش هحط ملح دلوقتي خالص الا لما اللحمة تستوي. وحطيت المية اللي بتغلي، بعد كده هسيبها لحد ما تستوي وهوريكم شكلها بقى عامل ازاي. وده كده شكل اللحمة بعد ما استوت. هحط لها رشة فلفل اسود وهبدأ بقى ان انا احط لها الملح واظبط الملح بتاعها. وهقول لكم دلوقتي على تركية تعملوها تفرق معاكم في طعم اللحمة وكمان طعم الشوربة. هجيب مقلاية وهحط فيها زيت او سمنة اللي متوفر عندكم، بس لو هتحطوا سمنة الافضل ان هي طبعا تكون سمنة بلدي. وهحط توم مفروم واسيبه لحد ما يحمر. انا كده بعمل طشة للحمة، وهحط الطشة دي كده على اللحمة وهسيبها تغلي غلوة واحدة، وبعد كده هطفي النار. هتدوقوا احلى شوربة بالطريقة دي. وهنعمل بعد كده الصلصة. هنجيب الحلة اللي هنعمل فيها الصلصة، هنحط فيها شوية زيت، بعد كده هحط الثوم وهبدأ ان انا احمره لحد ما لونه يبقى ذهبي، مش بنغمقه خالص. وده كده شكل الثوم بعد ما اتحمر. بعد كده هحط عليه الخل وضفت معلقة صلصة. بعد كده حطيت عصير الطماطم، وممكن كمان ان انتوا تسلقوا الطماطم الاول قبل ما تعصروها، برضو بتدي طعم حلو، بس انا هنا كنت حاطه الطماطم من غير سلق. بعد كده ضفت مكعب مرقة ورشة سكر وفلفل اسود، هي دي بس البهارات اللي بتتحط في الصلصة. وضفت كمان الشوربة بتاعة اللحمة بتدي طعم حلو جدا للصلصة. وهسيب دلوقتي الصلصة لحد ما هتتسبك وهوريكم شكلها هيكون عامل ازاي. وده كده شكل الصلصة بعد ما اتسبكت. هبدأ بعد كده ان انا احمص العيش. حطيت كده العيش بعد ما قطعته في الصينية، وحطيت عليه خليط مكون من زيت وسمنة وكمان توم، وقلبتهم مع بعض. وبحط العيش تحت الشواية في البوتاجاز وبفضل اقلبه من كل الجهات لحد ما يتحمص. وده كده شكل العيش بعد ما اتحمص. ببدأ كده ان انا اطعمه بشوية من الصلصة بتاعة الفتة، بتديله كده طعم حلو. وهسيب العيش المتحمص، مش هحطله دلوقتي الشوربة غير لما اجي اقدم الفتة. وبعد كده هعمل الرز. هجيب الحلة وهحط فيها سمنة وزيت. بعد كده حطيت مكعب مرقة، مفيش مشكلة لو انتوا مش عايزين تحطوه، بس هو بيدي طعم حلو للرز. بعد كده هغسل كمية الرز اللي هعملها وبدأت ان انا احطها، وعملت خليط بين الشوربة والمية المغلية وظبطت الملح. بعد كده هسيب الرز لحد ما يستوي وهوريكم شكله. ده كده شكل الرز. وهبدأ بعد كده عشان اقدم الفتة هجيب العيش المتحمص هحط عليه الشوربة، بعد كده هحط الرز وهحط اللحمة وعليهم الصلصة. وده كده الشكل النهائي لطبق الفتة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش كده في اللايك الحلو للفيديو، ونوروني بالاشتراك في القناة. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.